التنمر بتاعي زي الكوسه. زي الكوسه. هي زي الكوسه. التنمر انت عايزاها زي اللوزه بالظبط. طيب كيف بدك تعمل بحاول بعرفش. ازاي نحول الكوسه للوزه؟ مش عارفه. ده تحدي كبير ده. لا مش عارفه كمان. لازم تجيبيه من فلسطين. الخليج. زي ما صديقتنا الفلسطينيه كده قالت ان هي انفها مثل الكوسه وعايزاها مثل اللوزه، هي تقصد ان الانف كبير الى حد ما ومحتاجاه يكون اصغر. كمان من المشاكل اللي موجوده في ظهر الانف لو بصينا هنلاقي التحدب الخارجي اللي موجود في ظهر الانف، كبر ارنبه الانف، عرض الانف من اسفل، بالاضافه لضيق التنفس من الانف بسبب اعوجاج الحاجز الانفي. دعواتكم ان شاء الله نوصل لانف صغيره مثل اللوزه زي ما هي طلبت باذن الله. دعواتكم. شكرا لدعواتكم الجميله. زي ما احنا شايفين تاثير الليزر ونحت ظهر الانف بشكل جميل جدا بدون اي تورم، وان شاء الله صديقتنا مش هتعاني من اي الم. اعتقد الانف اللي كانت مثل الكوسه زي ما بيقولوا اصبحت مثل اللوزه. زي ما احنا شايفين ظهر الانف اصبح مقعر قليلا للداخل، ارنبه الانف اصبحت مرفوعه وسبورتد وبتعكس نقطه النور السايط عليها. عظام الانف من اعلى تم نحتها، بالاضافه الى اصلاح اعوجاج الحاجز الانفي من الداخل بالمنظار. صديقتنا ان شاء الله ترجع لفلسطين تستمتع بتنفس افضل وضحك اجمل ان شاء الله. شكرا ليك.